ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم طاسه خضار بالفراخ جميله وسهله. معايا خضار مشكل، ومعايا بانيه ده نص كيلو، والخضار المشكل كيلو الا ربع. تمام. وهنا ميه بصل، بجيب بصلايه وابشرها واخد الميه بتاعتها واحط عليها ملح وفلفل اسود. طيب انا مش واخده الطفل ليه؟ عشان الطفل هيخلي لي الخضار معجن، وانا مش بحب الطفل في الخضار يبقى ظاهر. تمام. آم، دلوقتي انا هقطع البانيه حتت مكعبات بالطول، اي شكل انت عايزاه. تمام. هنا بعد ما قطعت البانيه هاجي بقى ارجعه في الطبق تاني ونتبله بمية البصل. المهم ان انا عايزه ميه بصل كتير، عشان ميه البصل دي هتطعم لي كمان الخضار. يعني دي الحاجه اللي انا هطعم بيها الخضار برضو. تمام. هنا اهو ميه البصل هنزل بيها على البانيه وهتبله وهدخله في التلاجة حوالي نص ساعة ساعة، بس مش اقل من كده عشان يعني يتبل كويس، عشان ده اللي بيديني طعم للخضار اصلا. هنا هاجي بقى بعد ما البانيه اتبل ساعة في التلاجة، هنيجي في طاسة على النار فيها معلقة سمنة كبيرة وهننزل عليها بالبانيه، بقطع الفراخ. اهم حاجة تكون السمنة عندي ساحت وسخنت جدا. ليه؟ عشان الفراخ عندي ما تنزلش المية بتاعتها. انا عايزة اديها صدمة على نار عالية، وتكون السمنة سخنة جدا. تمام. هنا هدي تشويحة، ده كله على نار عالية، هدي تشويحة لحد ما البانيه يغير لون. تمام. هنا هنبتدي نوطي النار وندي بق مية، ربع كوباية مية. تمام. ونغطي ونسيبها 5 دقايق بالظبط. انا يا جماعة سبتها 5 دقايق بالظبط، هتستوي معايا 3/4 سوا. هنعمل ايه؟ هنا هتكون عندي المية اتشربت، المية ما اتشربتش هعلي النار سنة لحد ما المية تتشرب خالص ويبقى السمنة بتاعة البانيه. تمام. هبتدي بقى اصفي البانيه كويس وهنزل مكان البانيه بالخضار، اي خضار عندكم، الخضار اللي انتوا بتحبوه. تمام. هنزل بالخضار وهديله تشويحتين لحد ما يتغلف بس بالسمنه، والسمنه دي طبعا طعمها جميل جدا لان فيها ميه البصل مطعمها جدا يعني. هنزل بقى هنا معايا بكاري وكركم وفلفل اسود. الكاري والكركم مع الخضار بيدوا طعم جميل جدا وريحه تحفه. هنا بقى هحيق معايا بملح، هدي تقلبتين كمان، الكلام ده كله على نار عاليه. تمام. هنا بعد ما اتاكدت ان الخضار اتغلف بالتوابل كويس، هنديله تشويحه جامده وننزل عليه بنص كوبايه ميه، وابتدي اغطي واوطي النار واسيبه بالظبط 7 دقايق. تمام. هنا بقى هنيجي في حلة تانية، نجيب معلقة سمنة كبيرة وننزل عليها بكوبايتين رز مصري مغسول متصفي كويس. تمام. هندي تشويحتين، هننزل بقى على الرز بكاري وكركم وفلفل اسود، نفس اللي احنا نزلنا بيه على الخضار. تمام. وندي تشويحتين كمان، وادي هنا حقيقة بملح. تمام. هندي تشويحتين كمان ونتأكد بقى ان المادة الدهنية غلفت لي الرزاية كويس عشان يطلع مفلفل مش معجن. هنا بعد 7 دقايق تقليب هننزل بقى بالمية السخنة لحد ما تغطي الرز. انا ما بحبش المية زيادة على الرز، عشان في رز ساعات ما بيشربش مية كتير، فانا هخلي المية يدوبك تغطي الرز وعلي عليه يتشرب ونوطي. لو محتاج ممكن ننزل بربع كوباية مثلا او حاجة عشان ما يعجنش مني. تمام. هنا اهو دقيقتين وبصيت لقيت الرزاية ابتدت تبان والمية ابتدت تتشرب، هنبتدي نهدي النار ونسيبه يستوي براحته. تمام. نيجي بقى للخضار بعد ما قعد معايا بالظبط 7 دقايق. تمام. دلوقتي هننزل عليه بالبانيه اللي احنا ايه سويناه 3/4 سوا. تمام. هنزل بقى يعني هو مش 3/4 سوا، انا كان اخد معايا بالظبط 90% من سواه. تمام. هو 5 دقايق كده كده الفراخ مش بتستحمل، لما بتكون متقطعة قطع صغننة مش بتستحمل.
هقلبه كويس في الخضار. وهنا بقى هتدوقي لو محتاج ملح، عايزة تزودي مثلا فلفل اسود شوية صغيرين براحتكم، بس الاساسي معايا الكاري والكركم بيدوا طعم وريحة. هنا كانت الدنيا في حتة تانية خالص. تمام. بعد ما قلبت كويس بوطي النار وبسيبه بقى حوالي 3-4 دقايق، خلاص كده بيبقى معايا استوى. انا بشوف اكتر حاجة فيهم بتاخد سوا اللي هي الفاصوليا، هنشوفها هنتك عليها استوت خلاص، بس كده. وهنا دي شكلها النهائي. ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب.